اللي قاعدة تجينا على المنتدى هذا والورشات اللي انتظمت. الشيء اللي يجيني إضافة إلى الترحيب بالأصدقاء والتأكيد على شكر كل من ساهم في تنظيم الجلسة هذه، نشوف بالطبع أصدقاء جايين من عدد من البلدان الصديقة نرحبوا بهم، لكن الشعور اللي يغمرني في الوقت هذايا هو شعور بالنخوة والاعتزاز، لأن كما نقولوا بلغتنا العادية الدارجة فين كنا وفين صبحنا. ما ثماش واحد منا اليوم لو كان يسأل روحه يقول توا عامين التالي كناش نتخيلوا دقيقة واحدة وأن الكازرنة متاع الكامبوس تولي فضاء مش التوانسة برك يرتعوا فيه ويمشيوا ويقولوا شي يحبوا ويعملوا شي يحبوا، بل كذلك آلاف من الأصدقاء الأجانب، أصدقاء تونس، مناضلي الحرية، نشطاء المجتمع المدني، يجيوا من كل حد وصوب، من كل جهة في العالم بكل حرية، وما يعرض لهم حد في الحدود، ويدخلوا بحذانا وهما بيدهم زادا ينشطوا ويقولوا اللي يحبوا، وما ثماش بوليس في جرة كل واحد منهم. يعني هذا الشيء ربما احنا تو عنا عامين تعودنا بهالحرية المطلقة اللي كل انسان جيه فكرة يقولها واللي يحب يعمله وكان ما عجبوش والي ولا معتمد يقول له ديجاج، لكن ننساو في اغلب الحالات شنو الوضع اللي كنا فيه. ومهم كونه في مناسبة كمن هذه يجيوا أصدقاء من خارج الحدود ويطلعوا على الواقع متاع تونس، لأن الواقع متاع تونس بالطبع ماهوش الكل معناتها ضاوي ومثالي وما فماش مشاكل، بالعكس فما نواحي إيجابية نواحي سلبية كما البلدان الكل، وربما عنا احنا أكثر نظرا لأن في مرحلة انتقالية وما زلنا نعيشوا بعد ثورة وما زالت أمامنا مشاكل كبيرة، وخاصة في مواجهة الشباب طموحاته، البطالة، مسألة التشغيل، يعني هالقضايا هذه الكل بالطبع ماهيش قاعدة تخلي في المسار الانتقالي الديمقراطي يعني يمشي بالنسق اللي كنا نتمنوا فيه، لكن كل عاقل بشكل موضوعي يقيم يرى وأن فما شيء أساسي تغير في البلاد هذه، وإن شاء الله تغير بشكل نهائي لا تراجع فيه. اليوم كسبنا مكسب هام وهام جدا هو الحرية. اليوم الحرية ما عادش حد مستعد باش يسلم فيها، ما عادش ممكن في تونس يرجع الاستبداد. هذا شيء كيف تتحدث مع التوانسة وتحكي معاهم وتشوف كيفاش تصرفهم وطرحهم للمشاكل، هذا شيء أصبح متأكد. التونسي ما عادش قابل باش يجي إنسان باسمه يقرر ويعمل اللي يحب ويقعد هو يتفرج فيه، ولا لا خوف بعد اليوم. هالشيء هذا المكسب هذا باش نحافظوا عليه، لكن مهم كونه يجيونا أصدقاء كما نقول من وراء البحار ويطلعوا على حقيقة الوضع في تونس بسلبياته وبإيجابياته. لأن هذا علاش نقول مهم، لأن الصورة متاع تونس من خلال ما تنقله وسائل الإعلام ماهيش ديما هي الصورة الصحيحة، وهذا ماهوش تهجم على وسائل الإعلام. وسائل الإعلام قاعدة تقوم بمهمة أساسية، لكن للأسف في عديد المناسبات تركز كما يقولوا لو سنساسيونيل، تركز على الأمور السلبية بدون ما تتحدث عن الإيجابيات،
ومن غير في وقت من الأوقات من غير ما، وماهيش هي برك، حتى في تصريحات قيادات سياسية بالطبقة السياسية، بالطبع الكلام بكل حرية والتعبير حر، لكن المسؤول خاصة لابد يعرف وأن كل كلمة يقولها شنو الانعكاسات متاعها في المباشر وفي غير المباشر بالنسبة للناس اللي عايشين آلاف الكيلومترات على تونس. ما يعيشوش الواقع متاعنا احنا في المباشر، بحيث كيف نجيو نضموا برشا مشاكل اللي هي وقعت مثلا على مدى عام نلموها في درجين في حصة تلفزية. بالطبع اللي يظهر كأنه تونس خانقة، وننساو اللي تونس عام 2002 جاوها 6 ملايين سايح، وننساو اللي 6 ملايين سايح ما سجلنا حتى حادث معاهم. يعني هالامور هذه مهم كونه اصدقاء تونس يجيوا ويطلعوا عن كثب، وهما باش يوليوا سفراء لتونس في بلدانهم، لانهم يحبوا تونس ويحبوا الحقيقه وباش يعرفوا بالحقيقه. وهالمنتدى الاجتماعي العالمي يعني فرصه حقيقه فريده من نوعها، ومش في وجهه الاخ خليل هاو بحذانا، نعرف اللي برشا جنود خفاء خدموا باش هالمنتدى هذا العالمي ينجح، لكن هو من وراء الستار كان عنده دور هام ياسر على مستوى المساعدة التنظيمية اللوجستيك، يعني مساعدة باش الظروف أفضل الظروف الممكنة بالنسبة للمنتدى هذا اللي هو الشعار متاعه الكرامة بالطبع، لكن هو أسلوب التنظيم متاعه هو الحرية المطلقة، يعني باش ما نقولش تسيب. لكن المهم هو أن تونس الثورة رغم ما يقال حولها في خصوص الأوضاع وصعوبتها والمسألة الأمنية والاستقرار إلى غير ذلك، كانت فضاء تمكنوا عشرات آلاف من الزوار من نشطاء الحرية من كل أنحاء العالم باش يتعرفوا على التجربة اللي هي تبني في ديمقراطية ناشئة في ظروف اللي بالطبع كما تعرفوها ونعيشوها الكل ماهيش ديما ظروف سهلة.